صينية فطار أول يوم عيد الأضحى. معايا هنا كبدة وكلاوي مقطعاها تقطيعة صغيرة، وكمان معايا فشة سلقاها وغسلها كويس قوي ومقطعاها حتت صغير. طاسة بقى فيها معلقة سمنة كبيرة على معلقتين زيت، أنزل بالكلام ده الكبدة الأول والكلاوي، وأول ما يتشوحوا معايا كده خلاص بصوا تشوحي فيهم لحد ما يغمقوا معاكي خالص، وبعد كده تنزلي بفصين توم. تمام. بعد كده خلاص انا بفضل اقلب شويه طبعا على نار عاليه علشان ما تنزلش، عشان الكبده ما تنزلش معاكي ميه ولا الحاجات دي تنزل معاكي ميه. فلفل بقى الوان، فلفل اخضر، قرنين شطه حاميين كده، اللي تحبيه انزلي بيه. بس دي طريقه سهله وما فيهاش افتكاسات، ولكن الطعم بتطلع خطيره. كمان انا نزلت بعد ما الكبده والكلاوي خلاص اخدوا الصدمه معايا وتشوحوا، نزلت بالفشه. خلاص تمام كده. بتنزلي بقى بملح وفلفل اسمر، انا ما بحطش ازيد من كده. ملح يا جماعه وفلفل اسمر، تشويحه بقى على نار عاليه. وبعد كده بقى انا عايزه اوريكم دلوقتي انا هطلع من الكبده دي. طبعا انت لما خطوه النار العاليه دي عشان ما تنزلش منك اي سوائل. بصوا بقى شايفين الكبده، لازم الكبده تطلع كده، يعني ما تبقاش بتشد زي الاستك. فانتي ما بتغيبيش خالص، ما بتغيبيش على النار خالص. طول ما انتي حطاها على النار تقلبيها على نار عاليه، وبعد كده انتي بتطفي علشان خاطر الكبده ما تشدش معايا وتبقى عامله زي الاستك. لان يا جماعه الكبده ما بتغيبش، الكبده لو غابت على النار بتشد زي الاستك. فخلاص انا كده الصينيه زي ما انا كنت واقفه كده معاكم عملتها، خلصت ما خدتش مثلا 7 دقايق. بصوا بقى الطبق في الاخر شكله عامل ازاي، جربوه وباذن الله هيعجبكم. طريقه مفيش اسهل منها، وكمان ما فيهاش افتكاسات كتير، والطعم بيطلع ولا اروع.